السادة المعلمين الزملاء الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله من خلال الفيديو ده نقدم الاختبار البعدي للقيادات التربوية لوظيفة وكيل ومدير مدرسة. أسئلة جديدة، النموذج الرابع يوليو 2024 مع عرض مصدر الإجابة. بس يا ريت لو أنت أول مرة بتشوفني تدعمني بالاشتراك في القناة وتعمل إعجاب بالفيديو وتعمل شير ليصل لأكبر عدد من السادة المعلمين. من غير ما أطول عليكم يلا بينا نبدأ أسئلة الاختبار. السؤال رقم 1: ينقسم التغيير من حيث وقت التنفيذ إلى تغيير سريع وتغيير بطيء، تغيير جزئي وتغيير شامل، ولا تغيير سلبي وإيجابي؟ طبعا ينقسم التغيير من حيث وقت التنفيذ إلى تغيير سريع وتغيير بطيء. طبعا التغيير الجزئي والشامل من حيث درجة الشمولية. يبقى التغيير من حيث وقت التنفيذ ده تغيير سريع وتغيير بطيء. وده مصدر الإجابة. أنواع التغيير من حيث وقت التنفيذ: أولا التغيير السريع، ده بيتم مرة واحدة وبسرعة وبيسموه الصدمة القوية. وطبعا يجب الحذر هنا من الآثار الاجتماعية السلبية على من سوف يتأثرون بالتغيير حتى لو يؤدي إلى بروز مقاومة للتغيير، ومقاومة التغيير دي ردود فعل سلبية نتيجة للتغيير. ثانيا التغيير البطيء يتم على دفعات تآلفية لا أي آثار سلبية على المتأثرين بالتغيير، وممكن يتم على دفعات حتى لا يحدث مقاومة عنيفة للتغيير. السؤال رقم 2: التواصل المستمر مع عناصر العملية التعليمية من أهداف التغيير. هل دي عبارة صحيحة أم عبارة خطأ؟ طبعا دي عبارة صحيحة. نشوف مع بعض مصدر الإجابة. أهداف التغيير هي تحقيق أقصى قدر من المنافع والتقليل من آثار التغيير السلبية وتجنب الانحرافات عن المسار. أيضا التواصل المستمر مع عناصر العملية التعليمية من أهداف التغيير، والتعامل مع أي معيقات، والعمل على وضع الخطة التدريبية ووضع خطة لتطبيق التغيير، والتأكد من توافر الدعم من قبل الإدارة العليا الفعالة. السؤال رقم 3: يتوقف نجاح عملية التغيير على تحديد فوائد التغيير، نوع التغيير من حيث وقت التنفيذ، نوع التغيير من حيث درجة الشمولية. طبعا بيتوقف نجاح عملية التغيير على تحديد فوائد التغيير. تصبح إمكانية نجاح إدارة التغيير أعلى وأقوى إذا تم الأخذ بالتالي بعين الاعتبار: تحديد أهداف التغيير، دراسة النتائج والتي ينبغي تحديثها باستمرار، رصد ومراقبة المخاطر والتبعات والتكاليف، وتحديد فوائد التغيير، والتواصل الفعال مع عناصر العملية التعليمية. السؤال رقم 4: العملية التي تهدف إلى خلق شعور ملح بالحاجة والرغبة في التغيير تسمى بالتغيير، التفكيك، التجميد. طبعا تسمى بعملية التفكيك. نشوف مع بعض مصدر الإجابة. التفكيك والتحليل، ويهدف إلى خلق شعور ملح بالحاجة والرغبة في التغيير. والتغيير هو عملية إحداث تغيير من خلال خطوات صغيرة متتالية. والتجميد هو عملية تثبيت وتوطيد المكاسب التي تم تحقيقها. السؤال رقم 5: أي مما يعبر عن القيادة بالغايات والأهداف؟ إتاحة الفرص والوسائل والآليات المناسبة أمام هيئة العاملين في المدرسة للمساهمة في صناعة القرارات التربوية. تتضمن الابتعاد عن تعقيد الأمور وتجنب المبالغة في الإجراءات والأنظمة والتعليمات. جميع السلوكيات والممارسات القيادية التي تسعى إلى نقل وإيصال كل المعاني المهمة وذات القيمة والمرتبطة بأهداف التنظيم المدرسي للعاملين في أنحائه كافة. طبعا جميع السلوكيات والممارسات القيادية التي تسعى إلى نقل وإيصال كل المعاني المهمة وذات القيمة والمرتبطة بأهداف التنظيم المدرسي للعاملين في أنحائه كافة. طبعا هنا القيادة بالغايات والأهداف، وتشمل جميع السلوكيات والممارسات القيادية التي تسعى إلى نقل وإيصال كل المعاني المهمة وذات القيمة والمرتبطة بأهداف التنظيم المدرسي للعاملين في أنحائه كافة. طبعا ده من المادة العلمية المعروضة على منصة الأكاديمية. السؤال رقم 6: تقدير دقيق للمعلومات بناء على المعلومات التي يتم تجميعها عن العمل وتوظيف تلك المجموعات لإصدار حكم حول مدى جودة هذا العمل. قياس الجودة، تقويم الأداء. طبعا ده تقويم الأداء. نشوف مع بعض مصدر الإجابة. ثانيا تقويم الأداء، تقدير دقيق للأداء بناء على المعلومات التي يتم تجميعها عن العمل وكيفية أدائه وتوظيف تلك المعلومات لإصدار حكم حول مدى جدارة هذا العمل وجودته وفاعليته في تحقيق الأهداف بهدف الارتقاء بمستوى الأداء وتطويره. السؤال رقم 7: من المعوقات التقنية للإدارة الإلكترونية خوف المديرين من فقدان سلطتهم، قلة الموارد المتاحة بسبب الارتباط بميزانيات ثابتة، ضعف القدرة التكنولوجية لشبكات الاتصال في بعض المناطق. طبعا من المعوقات التقنية لو ضعف القدرة التكنولوجية لشبكات الاتصال في بعض المناطق. ده من المادة الأسرية الجديدة، معوقات تقنية تتعلق بالتقنية. طبعا ضعف القدرة التكنولوجية لشبكات الاتصال في بعض المناطق. السؤال رقم 8: إلى أي مجال ينتمي المعيار التالي؟ توفير بيئة تنظيمية ميسرة للتواصل الإنساني. المجال الأول الثقافة المؤسسية، المجال الثاني المشاركة، المجال الثالث المهنية. طبعا المجال الأول الثقافة المؤسسية. طبعا المجال الأول الثقافة المؤسسية، رؤية خطط وأساليب واضحة للتعليم، وبيئة تنظيمية ميسرة للتواصل الإنساني. السؤال رقم 9: من مجالات الجودة في التعليم قبل الجامعي: القيادة والحوكمة، الإدارة المتميزة، القيم والأخلاق. طبعا مجالات الجودة في التعليم قبل الجامعي القيادة والحوكمة. وده مصدر الإجابة. المجال الثاني القيادة والحوكمة من مجالات ومعايير الجودة في التعليم قبل الجامعي. طبعا ده من المادة العلمية المعروضة على منصة الأكاديمية. السؤال رقم 10: من أهم مميزات النمط القيادي الاوتقراطي أنه يؤكد على التسلسل الهرمي للسلطة، تقبل النقد البناء وذلك لإعطاء الفرصة لكل فرد لكي يبدي رأيه،
إعطاء أكبر قدر من الحرية لمرؤوسيه وتفويض الصلاحية لهم على نطاق واسع. من أهم مميزات النمط القيادي الديمقراطي أنه يعقد على التسلسل الهرمي للسلطة. ومن أهم مميزات هذا النمط من أنماط القيادة أنه يعقد على التسلسل الهرمي للسلطة. السؤال رقم 11، يعد تنظيم قبول الطلبة الجدد ومتابعة تسجيلهم وتنظيم السجلات المتعلقة بهم من مهام قسم شؤون الطلبة بالإدارة التعليمية، مدير ووكيل المدرسة. الأخصائي الاجتماعي بالمدرسة طبعا هنا مدير ووكيل المدرسة. إدارة شؤون الطلبة وتشمل عدد من المهام الفرعية التي تشرف على تنفيذها ويتأكد من سلامة الإجراءات المتعلقة بها، ومن أبرز ما يتابعه المدير في هذا المجال تنظيم قبول الطلبة الجدد ومتابعة تسجيلهم وتنظيم السجلات والملفات المتعلقة بهم. السؤال رقم 12، القيمة التي تحتاج إلى فريق عمل وتوفير التدريب والأدوات اللازمة لتطوير العمليات داخل المؤسسة. التركيز على العمليات، لا رئيس ولا مرؤوس، نحن جميعا مع المؤسسة. طبعا هنا التركيز على العمليات يبقى ده اللي هو تطوير العمليات، يبقى التركيز على العمليات. القيمة الخامسة التركيز على العمليات focus on process. كده هذه القيمة على ضرورة استخدام أدوات الجودة لقياس مستوى الأداء وتعطي طريقة صحيحة للتقييم، فعند حدوث أي خطأ لابد من البحث عن كيفية التي تم بها العمل دون إلقاء النوم على الأفراد نفسهم. السؤال رقم 13، مجموعة القيم والمعتقدات والطقوس والممارسات التي طورت مع الزمن وأصبحت سمة من سمات المؤسسة. ثقافة الجودة، الثقافة المؤسسية، الثقافة الإلكترونية. طبعا هنا الثقافة المؤسسية. طبعا مفهوم الثقافة المؤسسية من ملف الأكاديمية تشير إلى القيم والمعتقدات. السؤال رقم 14، من مهارات التمكن المهاري لمدير ووكيل المدرسة إدارة العلاقات الشخصية في محيط المدرسة، إجادة اللغات الأجنبية، الإدارة الرشيدة للموارد البشرية بمدرسته. طبعا الإدارة الرشيدة للموارد البشرية والمادية بمدرسته، وده مصدر إجابة. طبعا يعرف الأساليب العلمية لإدارة الوقت والموارد البشرية والمادية في المدرسة. السؤال رقم 15، الأخذ بالعلم والممارسة والتعلم والاطلاع يصنع مديرا ناجحا. عبارة صحيحة أم عبارة خطأ؟ طبعا عبارة صحيحة. السؤال رقم 16، القائد الشجاع هو المستعد لمواجهة المخاطر ليس من أجل المغامرة ولكن بهدف إنهاء المهمة. عبارة صحيحة. السؤال رقم 17، من الأزمات التعليمية المتعلقة بالمناهج الدراسية الفجوة الواضحة بين محتويات المنهج ومتطلبات سوق العمل. عبارة صحيحة. السؤال رقم 18، من الكفاءات التربوية العامة المطلوب توفيرها في القائد المدرسي فهم خصائص المعلمين والمتعلمين. عبارة صحيحة. السؤال رقم 19، النظرية التي تقر بأنه ليس هناك أسلوب واحد في القيادة يصلح لكل زمان ومكان، ولا توجد صفات معينة يجب توافرها في كل قائد، ولا يمكن وصف القائد بأنه ناجح أو فاشل في كل الأوقات، يطلق عليها النظرية التبادلية في الإدارة، النظرية الموقفية في الإدارة، نظرية الرجل العظيم في الإدارة، النظرية الموقفية في الإدارة. السؤال رقم 20، توافر النصاب الكامل من المعلمين بما في ذلك الشواغر المؤقتة من المهام الإدارية التي يقوم بها وكيل أو مدير المدرسة في بداية العام الدراسي، أثناء الفصل الدراسي الأول، نهاية العام الدراسي. طبعا بداية العام الدراسي. الاستعداد لبدء العام الدراسي، الحرص على توفير مجموعة من السجلات والملفات والوثائق المدرسية التي تسهم في تنظيم العمل المدرسي، والتأكد من توافر النصاب الكامل للمعلمين بما في ذلك الشواغر المؤقتة. وفي النهاية يا ريت لو كان عاجبك الفيديو بتعمل معاهم سبسكرايب للقناة واعمل إعجاب بالفيديو واعمل شير.